بيدخن، يقول لك ابوه كان بيدخن وانا بدخن ساعات معاه وانا حامل. اتاري الولد مولود من بطن امه اصبح مدمن للنيكوتين. الولد بيعيط لازم عشان عايز ايه؟ عايز السيجاره. اما يشم بيسكت، بيشمشم، ينزلوه من البيت عشان يشم هوا، عشان يشم الشيشه عشان الولد يبطل عياط. في ولد تاني بيعيط برضه وعنده مغص شديد جدا. اتاري الولد ده اللي بيعيط بيطلع من المعده، عنده الهرمون المعده والقناه الهضميه، يطلع الهرمون ده بيخلي المصارين تضيق من الشعب ده، يبقى عنده مغص، يبقى مصارين تمسك كده اهو، المصارين دي بتضيق عشان تطلع عنده هرمون يخلي الانقباض على العضلات الملساءه في المعده ولا معاه كتير جدا. يبقى الحاجه يقول له ابعد المدخن، ابعد التدخين كلها، تديله علاج يستجيب. ودي من احد الاسباب الجديده اللي احنا برضه اكتشفناها، ان التدخين يزيد من مغص الرضع. حاجه جديده على المجتمع. التدخين يزيد من مرض الرضع او يزيد الحاله من مغص الرضع. والتدخين يقلل من فعاليات الادويه لانها بتتكسر بدري بدري بدري. مهما تديله تجيب الدواء غالي وبتاخده مفيش فايده. اتاري لازم تفكر الدواء بيروح فين؟ ممكن تقيس الدواء، قيس الدواء في الدم، يطلع برضه انه حد بيدخن قدامه او قدامها. عشان كده من ضمن الشروط اللي انا هعالجه ان شاء الله واللي هيلتزم معايا، ما تدخنش ولا في بيتك، واذا كدبت عليا انا هعرف بعرف. ما تضيعش وقتي. هتاخد الدواء بتاعي ما تدخنش، يقول لك ما اقدرش، اطلع بره خلاص. يبقى تسمع كلامي عالجك، ما تسمعش كلامي خلاص يعني. بالنص ده هو ده. انا بعرف من الريحه وبعرف من ضوافره وبعرف من شعره على طول. يبقى مهما تكتب عليا انا بعرف انت بتدخن ولا لا. طب كويس، ده مش هجي لك تاني. ده يا دكتور يعني. طب الحساسيه يعني ممكن يعني تكون مرض معدي مثلا، ممكن لا لحد ولا ما فيش؟ انا اشكرك على السؤال ده. كتير جدا بتقول لي انا خايفه من حماتي. ايوه مظبوط. خايفه من حماتك ليه؟ اصل حماتي بتحب الولد وتبوسه، وحماتي عندها رب. حساسيه، عندها رب. المشكله خليها تحضنه وتبوس. يقول لك لا انا خايف. لا، الرب مش معدي، الحساسيه مش معديه. احنا قلنا الحساسيه انا حساس ضد التراب، هعديك ازاي؟ ولا الحساسيه جلديه ولا لا مفيش اي حاجه. الحساسيه مش معديه ابدا 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 ابدا. خليهم يروحوا عند حماتك، وعشان السؤال ده دايما بسال. حماتي عندها حساسيه ومش عايزه اروح ازورها، وجوزي بيقول لازم ازورها على العيال. لا، زوري حماتك زي الفل وكل حاجه، خلاص صله رحم. الحساسيه مش معديه، مش معديه. الحساسيه بتبقى اسباب انا لو عرفتها ومنعتها بتقللي كتير من جدواها. بس برضه من الحاجات المهمه دلوقتي برضه التدخين. انا مثلا شميت، انا قبل ما ادخل الاستوديو بغسل انفي دايما. تمام، حلو. انا وانا ماشي في الشارع ماشي بتراب، تراب وعوادم ومش عارف ايه، سيارات وحاجات. فده بيقعد يعمل لي وانا بتكلم، يعني ما عنديش حساسيه بس بيضايقني. الترابه قاعده كده في مناخيري عماله تشتغل تحك وتعمل شويه التهابات وتضايقني وتقلقني، تخلي مناخيري تاكلني مش عارف. تمام. يبقى انا مش هستنى بقى لما اروح البيت. اول لازم انا كل ما اشم ريحه وحشه اغسل انفي. وليه نصحت لكل المرضى اغسل وشك كله حتى كمان مثلا. يبقى انت اغسلوا وشكوا عمال على بطال. الناس بقى اللي عندها حساسيه انا افهمك دلوقتي، عندي حساسيه لحبوب اللقاح وقعدت هنا، الانف من جوه مساحتها زي ملعب التنس. لو انا سبتها هنا لحد 12 بالليل اشتغلت، عملت تفاعلات، هتبتدي تعمل كيمياء. لكن انا لو شلتها اول باول كويس، انا اتجنب الحاجات دي كلها. يبقى حلو قوي ان انا ما اخليش المواد اللي بتعمل حساسيه تقعد في الفلتر بتاعي. الفلتر بتاعي فين؟ في انفي. يبقى نظفوا انفكم كل شويه علموا اطفالكم وانتم كبار اغسلوا انفكم عده مرات. لو شميت تراب، لو شميت ريحه وحشه، لو شميت ريحه حلوه، لو مشيت جنب زباله، جنب قمامه مهمه جدا دلوقتي. لو انت شكيت ان انفك في حاجه روح اغسلها. يعني كل واحد يخرج بره يرجع لازم يغسل وشه ويغسل انفه. تمام، لان في ملوثات كتيره في الحياه. لكن يا دكتور ازاي الانسان يعيش حياه يعني امنه سليمه ما يصابش بالحساسيه؟ هو ده رقم واحد. ده ربنا. احنا كلنا هيجي لنا امراض. انا لابس نظاره، التاني بيرعش، واحد عنده قلب، يعني كلنا هيجي لنا امراض. بس المهم لما جينا المرض ان انا دلوقتي اصبحنا عندنا، انا اقصد ايه، نمط حياتي ازاي حتى اتجنب قدر الامكان يا دكتور. هو لازم على قدر الامكان اكون طبيعي. يعني انا مثلا من الصبح عزموا عليا اشرب شاي رفضت، قهوه رفضت، مياه غازيه رفضت، جابوا لي بتاع كده ملونه رفضت، لا يمكن. يبقى انا خليك طبيعي، اشرب حاجات طبيعيه، كل حاجات طبيعيه، تصرف طبيعي. وانت اجدادك كانوا بيدخنوا؟ لا طبعا. هو فلان كان بيشرب ما اعرفش ايه، الاكل اللي ما اعرفش ايه، مش فلان كان بياكل جرجير خليك طبيعي على قدر من واحد، وخلي حياتك طبيعيه. ازاي الناس بتنام امتى؟ في العالم كله في اليابان بيناموا امتى؟ تمام، مع العصافير بدري. وبيصحوا امتى؟ الفجر. اليابان زي العصافير بتوعنا. يبقى ننام بدري، انا بنام الساعه 8 وبصحى الساعه 4.
الساعه 9 مش هتلاقي نايم خلاص، يبقى تنام بدري تصحى بدري، ما تخليش حد يدخل قدامك، خليك نظيف في بيتك في شغلك في كل حاجه. قبل ما اقعد على المكتب بتاعي انا بمسح الكرسي وامسح ايد التليفون وامسح ايد الكوبس والنظافه نمره واحد. الحاجه الثانيه الاكل بدل دي وسوسه يا دكتور. لا مش بس ليه اصل دلوقتي بس هو ده المفروض يحصل، لان احنا في واقع انت فرحان بالموسات يعني. هحط لك صوره جد الباشا جد الباشا على الحيطه، روح شوف صوره جد الباشا عليها تراب وعليها البيض بتاع الصراصير وعليها نظف فوق الدولاب فوق الدولاب مش في تراب طبعا تحت السرير هذا حسين بيحطوا حاجات بيخزنوا ده اللي بيطلع حشرة الفراش وحشرات غيرها وغيرها. فاحنا عايزين ان احنا نكون نظيفين في البيت في الحمام في الشغل في الملابس في ودنك انفك عينك مناخيرك الحاجات دي كلها كتير جدا. يقول لك انجلينا جولي، عارف انجلينا جولي؟ لسه امبارح عارف قصه حياتها شالت الثدي والكلام ده. انجلينا جولي هقول معلومه الناس كلها منشور في امريكا دلوقتي ما بتحبش تغسل سنانها، تكره غسل الاسنان، تستحمل مره كل اسبوعين. طب طبعا هيجي لك امراض يا انجلينا، ما انت دي يعني فالنظافه لو سمحتم، الرياضه، الحركه، البركه، وخليكم يعني انت بتبتسم دلوقتي، عايز الناس تبتسم، البسمه دي والضحكه دي تبسموا وحاولوا ان انتوا تتقبلوا الامور والقناعه، اعتقد هيبقى من عندكم افضل ان شاء الله. البساطه والمراعاه الاحتياطات والحاجات دي اعتقد تخلي الانسان يعيش في صحه وسلام. في الختام مشاهدينا الكرام نشكر الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسيه والمناعه، شكرا جزيلا دكتور مجدي. اهلا بيك وشكرا جزيلا. واشكركم مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا من ألو صحتي، دائما الى اللقاء.